السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي مهمتي العزاز، كنتمنىكم يا ربي تكونوا كلكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال ومع هاد الطبيعة ومع هذا المنظر الجميل. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، وكذلك بغيت نقول لكم السبب ديال الغياب ديالي، لأن بزاف نتاع الناس وبزاف نتاع المتتبعين ديالي وخلاص الأصدقاء ديالي اللي تعرفت عليهم من اليوتيوب اللي كنشكرهم بزاف. يعني المهم الحاجة الوحيدة اللي حنايا استفدنا منها من هذا اليوتيوب هو أننا تعرفنا على أصدقاء ودرنا خوت الحمد لله. وبالنسبه للناس غادي نجاوبكم اللي سولوني شنو هو السبب ديال الغياب ديالي على اليوتيوب. هو سبب خير الحمد لله. المهم راكم عارفين ملي كيجي الصيف ضروري الانسان كيبغي يهبط للبلد ديالو الحبيب، يعني للمغرب. وفي المغرب سبحان الله كيكون الفتان، يعني ما عرفوش ملي كنجلسوا العام كامل يعني في المهجر، وملي كنهبطوا للمغرب حنا خصنا نديروا كلشي، خصنا نديروا كلشي، ما كيبقاش عندنا نهائي الوقت اننا حتى نحكوا راسنا. المهم الحمد لله دوزت العطله ديالي، ولكن من بعد جيت لهاد الدوله هذه اللي غنعرفكم عليها. الصراحه واحد البلد اللي عجبتني بزاف بزاف، الطبيعه ديالها وبناسها وبكل شيء ديالها بصراحه. واخا انني لا قلت لكم عاودت لكم على السر باش انني شوف كل حاجه في المكتب. انا هاد البلد ما كنتش باغاها نهائيا، ولكن شوف كيفاش الاقدار خلاتني انني نجي نعيش فيها هذا العام هذا مع بناتي، لانهم جاو باش يقراو هنايا. وهاد البلد هذه هي مدينه ايرلندا. المهم انا جيت لواحد المدينه اللي سميتها كيلارني. المهم هي كتوجد في السور لتحت، واحد المنطقه اللي نتاع 20 كيلومتر فين ساكنه انايا البحر. المهم غادي نعرفكم على السلبيات وعلى الايجابيات ديالها. يعني واحد المدينه اللي جد رائعه. تبارك الله كما كتشوفوا معايا الطبيعه فين ما مشيتي فين ما درتي كتلقاي الطبيعه هذه. ولا قلت لكم واحد الشيء اخوتي، زعما بصراحه ملي كنت في اسبانيا سبحان الله، يعني كانت الدات ديالي كلها مسخسخه عليا دات. يعني ملي كنفيق ندي بناتي للمدرسه كنرجع كنجي كنلقى بحال اللي حاسه براسي خصني نولي ننعس. هنا سبحان الله واش ملي كتخرجي ديال المدرسه كتلقاي الطبيعه، كتلقاي يعني هاد المناظر الزوينه. النفسانيه ديالك يعني كيكون الهواء نقي، النفسانيه كتلقاها مرتاحه الحمد لله. واش الانسان ملي كيكبر كيبغي الكالم. المهم ما نعرف. هنا خوتي وصلنا لهاد البحيره، تقرا كيف البحر وراه ماشي بحر راه المحلو. هنا كيجيو بعض المره كيصيدوا، كاين واحد البلاصه من الجهه الاخرى عندهم كيصيدوا الحوت. وهذاك الشرن ديالنا الحوت ديال الواد صراحه زوين. الجيران ديالي اللي كارين لي الدار كانوا ديما ملي كيمشيو يصيدوا كيجيبوا لي داك الحوت، صراحه طري زوين وبيض غزال. وانتم شوفوا يعني الماء ديالها كيفاش داير. وما انا بغيت نعرفكم هذه المنطقه هذه، وكنتمنى خوتي ان هذا الفيديو اللي غادي ندير لكم اليوم واللي غندير لكم ان شاء الله مره واحده اخر مره لان ما بقاش انا في العالم ديال اليوتيوب. راكم عارفين هنايا في هذه البلاد هذه ضروري خصني انا جيت على حسب ولادي، والانسان راكم عارفين وحنا ولادنا هما اهم حاجه. يعني ضروري خصني نبقى معاهم، ضروري خصني نبقى نديهم المدرسه، نجيبهم نوجد لهم الماكله. ما يبقاش عندي الوقت انني باش نسجل فيديو، خاصه لما كانش يعني الدار ديالي ما عرف سبحان الله ما كنعرفش انني نسجل لك فيديو ديال الطبخ. لهذا مره نبقى ندير معكم هكا نعرفكم على هذه المدينه وعلى هذه المناطق اللي هنايا، وكنتمنى يا ربي انكم تستافدوا منها. وخاصه ان شاء الله باذن الله غادي نقول لكم يعني الحوايج اللي فيها زوينه، لان هذه المدينه هذه فيها لي زوطيل بزاف، فيها الخدمه مزيان بزاف. اي واحد يعني هنا كيبغي كيجي الخدمه ما كيلقاش نهائي المشكله في الخدمه. غير هنا المشكله نتاع كيلارني او ايرلندا هو فيه واحد الحاجه اللي خايبه بزاف، هو ان الكرا غالي بزاف وما كيتلقاش. ذلك المشكله اللي هنا هو انهم ما كيبغيوش يكريو لشي واحد اللي كيجي من برا، يعني يسترخيهم غير الايرلنديين ما كيبغيوش نهائيا يكريو لهم. ولكن الحمد لله رضات الوالدين والدعوه ديال الخير، والانسان اللي يكون قلبه طيب وقلبه زوين والله البنات صدقوني ربي سبحانه وتعالى دائما كيسخر الامور فين ما مشيتي. واخا انا قلت لكم اقسم بالله الا كنت مخلوعه انني غادي نجي لواحد البلد بوحديتي مع بناتي بوحدي، اش كنقول شنو غادي ندير شنو غادي نفعل مع من غادي نتلاقى شكون هاد الناس اللي غنتلاقى معاهم، دائما كيكون واحد التخوف. ولكن اللهم لك الحمد، الناس كلها كتقول لي سيري انت مرضيه الوالدين عمر ربي ما يخيبك. ومن طبيعه الحال اللي مرضي الوالدين اخوتي واللي زعما سبحان الله كيبغي الخير لاي واحد ربي سبحانه وتعالى والله ما كيضيعه. وهنا متواجد جوج ديال المحلات حلال، ولكن هنا ما كاينينش المغاربه، كاين مسلمين بزاف، كاين افغان باكستان اندونيسيا اللي كاينين بزاف. والمحلات والجامع قابضينهم افغانستان اللي قابضينهم.
دابا ان شاء الله نشارك معكم انا فين ساكنه. قلت لكم ساكنه في السونط، خليني اون فوا كنخرج ولا كنضرب الدوره كنخرجنيش على السونط، سينو كنمشي في واحد الحديقه اللي زوينه بزاف غنشاركها معكم ان شاء الله. رائعه رائعه، شنو نقول لكم، واحد المناظر، واحد الطبيعه فيها من اروع ما يكون. اون فوا كنخرج منها تقريبا واحد 2 ديال الدقائق كنلقى الجامع، كنلقى واحد المحل كبير، ومن بعد كنلقى واحد المحل اللي انا كنمشي نتسخر فيه. المهم زوج واحد السيده اندونيسيه، صراحه ناس طيبين بزاف، خاصه ملي يعرفوني بانني انا مغربيه لازم كيتعاونوا لواحد الدرجه ما تصوروهاش نهائيا. بالنسبه للمغاربه تلاقيت مع واحد 2 ديال المغربيات، تبارك الله حنا المغاربه كنشموا مع بعضياتنا. ولكن المشكله انني لقيت السيده 40 كيلومتر بعيده عليا، يعني جاتي باش تسخر اللحم حلال وهذا. غير هنا المشكله اللي كاين هو انكم ملي كتبغيو تاخذوا اللحم ولا الدجاج خصكم تجيو في الوقت اللي يكون عنده الطري. ما يمكنش مثلا تجيو يعني كل نهار غتلقاو الطري، لا، لانهم من بعد كيديروا في الكونجيلاتور، لما تباع ليهمش كيبقى داك اللون ديالو، فهمتي، ماشي حتى تما. الحاجه الوحيده اللي كنصحكم فيها هنايا هو انكم منين تجيو ضروري انكم تسولوا مول المحل فوقاش كيجي اللحم طري باش تشريوه. ساعات نتوما ديروه في الكونجيلاتور، نقيو دجاجكم. هذه نقول لكم الحاجه الوحيده اللي خصكم ديروها. من اخوتي اختكم تلفات. المهم كنسمع واحد الشلال هنايا وبغيت نعرفكم عليه، ولكن ما عرفتش من الطريق غادي ناخذ ليه. المهم انا غادي نمشي من هنا ونمشي من هنا ونشوف. الصوت هو كاين ولكن فراه الله اعلم. هيا خصكم كتكتشف. انا ندخل لكم في هذه الغابه هذه، ودري خصنا نكتشفوا باش نعرفوا الحاجه، خصنا نكتشفوها. الغابه المهجوره. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو انهم يزوروا الغابه ومبغوش يتمشوا على رجليهم، مع ان الحركه فيها بركه، المهم كيجيو كيركبوا في هادو التسميه ديالهم، دابا مبغاتش تخرج ليا، وكيوريهم الغابه كامله، كيدوروهم، كيديهم لجميع المناطق. هنا هي غابه شويه كبيره، بغيتي انك تتمشى كتمشى. ها انتم شوف. ما حنا وصلنا خوتي للشلال اللي معروف هنا صراحه. هانتوما شوفوا ما شاء الله المناظر، الصوت الرائع. المهم انا غادي ننتهي الفيديو ديالي ونقول لكم كنتمنى يا ربي ان هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه واحد شويه، استمتعتوا معايا مع هذه المناظر الخلابه. ونتلاقاو مع فيديو مقبل ان شاء الله. يلا خليتكم على خير ومع السلامه.